قبل القليل السيد عبد القادر بقرينا قلت لي أنه أنا نؤمن براية واحدة للجزائر فقط. ما رأيك في الراية الأمازيغية التي عادة ما ترفع في الحراك أو حتى في الشارع الجزائري؟ والله أنا قريت في المدرسة الجزائرية، أها، وأنا ابن عائلة ثورية، أها، وأنا ابن المدرسة الأساسية. اها. أنا قراوا لي راية واحدة، وهي راية الأخضر والأحمر والأبيض اللي مات عليها 1.5 مليون من الشهداء. لا تؤمن براية أخرى؟ أنا قراوني بهذه الراية. سولت ولدي صغير راه يقرأ، كان في الابتدائي وطلع على المتوسط، قلت له وريني التربية الوطنية، ما لقيتش فيها راية أخرى، لقيت فيها إلا هذه الراية، ما لقيتش راية أخرى. ورباني الشيخ نحناح، نعم. ورباتني عقيدتي تجاه القضية الفلسطينية، أنني إذا عنقت راية واحدة غير راية الجزائر هي الراية الفلسطينية، لأن راية فلسطين ترمز إلى عز الجزائر، لأن الفلسطيني كان يجاهد بماله وبوقته عن أولاده للدفاع أنت عن. لا تعترف بمصطلح راية ثقافية أو شيء آخر؟ ما عندي حتى راية غير الراية الجزائرية، وهي راية طيب. الراية الخضراء والحمراء والبيضاء، لأنني إذا عددت الرايات في كل الدول، إذا عددت الرايات مهم. سقطت الراية الوطنية. رينا المرخص، ما تحاولش قاعد تتخوبث باش تضغطي عليا فتحكمكم بالتصويت للحدود فلسطين على دخول القوات الدولية للقضاء علي حركة حماس الإخوانجية وتهجير الغزاويين عبر استخدامنا نحن الأمازيغ بعقدتك من هويتك العربية للنسل الولد الفراش. وقيل ما صدقت لكم على تغطيتها في افتعالكم للحرائق بعدة ولايات في وقت واحد أيها المفسدين فوق أرض الأمازيغ بالتخريب العروبة ومصليم وما يورثنا أحياء صعلوك الخيام الرايات الحمراء بالقومجية. وراك لقيتنا في انتظارك بأمثالك لنستخدمك أيها المعقد من هويتك العخربية لفضحكم كيف غلفتموها، تلك الجزائرية بالنازية العخربية، ومسلم للفصل العنصري العرقي والديني بالغدر لدماء أجدادنا الأمازيغ والمعتقدات الدينية الذين أقاموا الثورة التحريرية من جبالنا، وليس من جرائد مطابع فرنسا بتطليق زينب بن جحش لمرة ثانية للانتساب لأمة نابليون بونابرت الثالث إمبراطور النسل الولد الفراش العخربية ومسلم. والآن تزيد تخرج الخماش تقولي أنت أمازيغي لا تظهر وتقدم نفسك بهويتك الأمازيغية لأصلك الحقيقي لتواصل الإرهاب القرآني الثقافي للتطهير العرقي بالتعريب والإرهاب الديني بالاضطهاد والفرض الردة وغلق الكنائس. وأنا أمازيغي، جدي مات لأجل الكرامة والتحرر الأرض، ولم يمت لأجل فصل عقائديا وعرقيا بهوية ومعتقد القريشي للتوحيد بالحجارة المكعبة. أنا أمازيغي، لا تمثلني الراية نجمة وهلال على شعار أجدادك الصبايحية المهارست التي صنعتها الفرنسية زوجة أول حركي على هوية التركمانية حفيد بائعنا بمعاهدة دي برومون زوافية التركية سنة 1830 التي دلستموها على بلاد القبائل الأمازيغية التي سقطت سنة 1857. وأما كل الدول أين عربت خربت، من أرض المهريين والسوريان والآشوريين والأكراد والحبش الأمازيغ، وليس أين تقدم نفسك بإظهار أصلك الحقيقي فأين خربت. ران بعهد الذكاء الاصطناعي أيها الحثالة المهرج العميل بالفتنة المذهبية في السياسة، فلا تحاول العبث معنا بإفراغ عقدك علينا من شعورك بالنقص والدونية من هويتك العخربية للنسل الولد الفراش، لأننا معلبالنا بيكم وستشاهد إعادة إحياء في خيمتها الرايات الحمراء تلك آمنة بنت تهب بخليط عدة أنواع النكاح من الاستبضاع والرهط والمخادنة والمساهمة والشغار والبغاء والمتعة والجهاد النكاح وتحليل المطلقة والجوار العاريات والمسبيات.